أوه. انت بتعمل ايه هنا؟ تعال، تعال يا عم، تعال بقول تعال، تعال. عاجبك المنظر؟ عاجبك؟ عاجبك المنظر ده؟ تعال بقى. بص، انا جاي لكم والله العظيم ورقدت قد السمسمه. انا اهملت فشخ في الاستوديو بتاعي، بقى متلخبط على بعضه، بقى على طول مطرب، يعني حالته بالبلد. وكمان عندي مشكله اللي انا جايب سيت اب لاخويا عزيز وقاعد معايا في الاستوديو. احنا النهارده هنطلع عزيز من الاستوديو خالص ونطرده بره ونظبط الاستوديو من اول وجديد. بس قبل اي حاجه خليني اعرفك شويه تغيرات هتحصل. نرجع بقى ايه لطبيعتنا. دي الشانل بتاعتي، ما حدش ليه حاجه عندي ولا انا ليا حاجه عند حد. هعمل فيها الفيديوهات اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه، وانت يا صديقي هتتفرج عليا ان شاء الله. انا واثق في ده لان المحتوى بجد هيعجبك جدا. فقبل لما نبدا نظبط الاستوديو خليني اوريكم الهرجله والبهدله اللي موجوده في الاستوديو واعرفكم على كل جزء في الاستوديو. وقبل اي حاجه اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى معايا. يا عم ما تيجي بقول لك. بص يا صديقي، هو ده الجزء، انتوا عارفين ان انا شغال مع ايسوس، فهو ده الجزء اللي انا بعمل فيه الكونتنت بتاع ايسوس. وانا جبت مؤخرا ماك بوك اير ام 4. كنت حابب اعمل سيت اب للمونتاج بعيد عن الكمبيوتر ده، والجهاز ده في المونتاج قوي فشخ، فهعمل له سيت اب تاني وهيبقى موجود برضه في الاوضه. بس خليني اوريك الاوضه. زي ما قلت لك، دي الحته بتاعه ايسوس وار او جي، دي الاضاءه بتاعتنا مالناش دعوه بيها. ده السيت اب بتاع عزيز. ده السيت اب ده هيتشال كله ويتحط مكانه كرسي وجنبيه اما بقى الجزء ده، ها، هات الاضاءه بس كده الاول. اه، ده هو الجزء اللي انا بصور فيه الريلز بتاعتي. ببقى قاعد في الارض هنا وبصور الريلز بتاعتي. كل حاجه متطربه، كل حاجه متطربه فشخ، كل حاجه بايظه، كل حاجه متبهدله. بص الارض، بص الارض بايظه ازاي. بص، كل حاجه رايحه في داهيه. فاحنا اول خطوه نعملها هو اللي احنا نشيل السيت اب بتاع عزيز خالص من الاوضه. عايزين ننقل الكرسي ده كمان، يعني الأوضة ما تستحملش كرسيين. شوية نظافة. الحيطة برضه هنا محتاجة تنضف. طب الفيس ده كان محطوط عشان كنت حاطط المراية بتاعت باتمان دي اللي مراتي جابتها لي هدية عيد ميلادي. كنت حاططها هنا في الأول، راحت وقع، رحت حاططها هنا مش عارف ليه. كلها مش عايز أجيب آلة حادة علشان ما بوظ الحيطة، عشان كسل أدور الصراحة. بس احنا ورانا كتير النهاردة. آه. ترى ضوء مع وسط المدينة، رسمنا نداء اللي ينادينا. عايزين بقى ايه؟ عايزين نجيب الكومود هنا ونشيل التلاجة دي. اكشلي التلاجة دي ما فيهاش اي حاجة. بص، فاضية مش مشغلها اصلا، بس كنت جايبها لما كنت عايش لوحدي يعني. نجيب الكومودينو. هنشيل التلاجة دي، دي كده على جنب الاول. نسيب الكومودينو ولا نحط زرعة؟ طب تعالوا نشوف كده شكل الزرعة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ مش عارف. ولا الكومودينو؟ كومودينو. احنا نجيب الكرسي الاول نحطه، بعد كده نشوف نحط ايه معاه. نحط الكرسي كده. اقول لكم على سر، الكرسي ده عندنا بقاله حوالي 30 سنة. عايز اكتر من الكرسي ده الصراحة. عندي كنت بفكر احط كنبة بس لا، انا كده كده بقعد لوحدي يعني. طيب، هفتح بنترست واشوف احسن ديكور يتحط جنب الكرسي ده ونرجع نعمله مع بعض. سرقت الطقطقة من الصالة، يا رب ما ياخدوا بالهم. بيرفكت. طب انا قاعد كده. بيرفكت خلاص، بس هحط فيها زرعة اصلا. انا اسف. سرقت دول كمان. يا رب امي ما تقتلني يا رب. حط دي كده. هوبا. يا لهوي على الكوزنس. نقفل الفيديو على كده. ماشي 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 ماشي. وبعدين بقى نمسك انهي كورنر؟ نيجي ناخدها كده بالتوالي كده. تعالى. بما ان التلاجة دي واخده مكان على الفاضي وانا مش بستخدمها، فانا قررت افاجئهم في البيت واعمل لهم مفاجأة. طلعها في الصالة، وبكره لما يقولوا لي ايه ده، هو مين طلع التلاجة دي بره، اقول لهم تلاجة ما اعرفش. ويبقى كده خلصنا من التلاجة. والله العظيم مجنون حارتكم. بب 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 برب بب
تترا ترارارارا تت. طبعًا هتيجي تقول لي ما ينفعش تنقل التلاجة غير لمّا تقفلها 24 ساعة، أحب أقول لك إن هي مقفولة بقى لها 24 شهر، فعادي. خلصنا من التلاجة، وقعت مَيّة في الأرض، تفتكروا باظت؟ مش مهم بقى هم يبقوا يتصرّفوا. رجّعنا تاني الكومودينو مكانه، كل حاجة على المكتب ده هتنزل على الأرض علشان نعمل setup المونتاج بالشاشة الultra wide let's go. أنا باعمل كل ده علشان أعمل setup مونتاج قسمًا بالله. جه وقت تجهيز setup المونتاج، جاهزين؟ مش جاهزين خالص والله. شاشة ultra wide شاشة ultra wide أخيرًا. معايا برضه إيه التابلوهين دول، التابلوهين دول بينوّروا تقوم فوق الشاشة، يبقى شكلهم حلو إن شاء الله يعني. تعالَ نركّبهم. Imagine that. هو خالص قبل كده عملت بنفسك كده عملت كده كده. ليه؟ ركّبناهم. ده هو السر اللي أنت توصّل كل الحاجات اللي أنت عايزها للماك بوك في المَكّة، هو الدوك ده. إحنا خلّصنا الsetup بتاع المونتاج أخيرًا. ثواني، شيل ده كده، حُط هنا، ماشي هابقى أحطه بعدين. تارا بُص بقى الفرق، دي شاشة اللابتوب، دي الشاشة الultra wide. طيب أنا الشاشة دي بالنسبة لي أو الsetup ده بالنسبة لي مُريح جدًا، جدًا، جدًا في المونتاج، ويوم ما هاحب أشوف الألوان الحقيقية هابُص هنا. بس overall إحنا خلّصنا setup المونتاج، والآن مع هذا الcorner المغضوب عليه، هانزّل كل حاجة فيه وأنضّفه لإن هو متوسّخ ومتطرّب فشخ، فإحنا محتاجين نعمل ده دلوقتي. يالّا نروح. Fly away, my brother, calm down. I'm still flying away, flying away. Hey, trying away. خلّصنا البتاعة الجميلة دي، ندخل بقى على اللي جنبها على طول يالّا But I بسرعة. still fly away, fly away. وبس كده، هاروّق الإستوديو على طول وأرجع لكم علشان تتفرّجوا معايا على الإستوديو بقى عامل إزاي. خلّصنا. باهزر معاك استنى أنوّر، مع إن نور كفاية والله. كل سنة وأنت طيب، لسه ما خلصتش تنوير. يا عم كده. إحنا روّقنا الإستوديو ورجعنا لليوتيوب. وحشتوني. خلّينا بقى نمسك الإستوديو حتّة، حتّة ونشرح دي بتاعتي. أول لمّا تخش من باب الإستوديو هتلاقي في ضهر الباب على طول شوية الحاجات اللي أنا رُحت الإيفنتات بتاعتها، والشنطة بتاعة مونستر، وكمان البتاع الريفلكتور بتاع الإضاءة ده اللي أنا عمري ما استخدمته غير مرّة واحدة. والله شريت 350 جنيه استخدمته مرّة واحدة ومن ساعتها مش عارف أستخدمه، عشان هو كبير فشخ. ولو بصيت على الشمال بتاع الباب هتلاقي في artwork زيزو أخويا الصغير هو اللي عامله، هو السلاح بتاع مونستر ده. وإيه الرسمة دي؟ إحنا كنا واخدينها من إنسومنيا السنة اللي قبل اللي فاتت. بس على اليمين بقى هو ده الsetup بتاع الgaming، وهتلاقي على الحيطة ديكور كتير جدًا، بجد الديكور ده جامد أوي. والbig board دي على فكرة أنا ناسي اسم الpage، أنا أفتكر اسمه، طبعًا الكلاب كلها هتهوهو دلوقتي. coffee gamer store ده شكل الpage. الbig board منهم بجد big board ممتازة. أنا كان نفسي في big board من زمان جدًا، بس لقيت أسعارها في IKEA غالية فشخ، وهُم دخلوا من نفسهم والله قالوا لي إحنا عايزين نبعت لك هدية لأجل الsetup، فبعتوا لي الbig board اللي أنتم شايفينها وراكم دي، شايلة بقى كل حاجة، سماعة وكنترولر وماوس، وكمان كنت حاطط عليها كيبورد والإكسسوارات بتاعتي وشوية الحاجات اللي أنا باشحن بيها الحاجة، وكمان فيها RGB من الضهر مدّي شكل جميل زي ما أنت شايف كده. وفوق الbig board في رف ده خاص بيّا، ما حدش ليه دعوة بيه، ما ليش دعوة بالرف ده. نرجع بقى تاني، وفي آخر الحيطة برضه هتلاقي إيه، في بتاعة متعلقة كده عليها شوية accessories ليها علاقة بالgaming. والمكتب نفسه زي ما أنتم ما شايفين ده مكتب عملاق، وده أكتر حاجة أنا غلطت فيها، اللي أنا جبت مكتب حرف L بالشكل ده. هو مكتب عملاق جدًا يتفصّل أصلًا مكتبين. فأنا بافكّر في المستقبل لمّا أروح شقة الجواز بتاعتي، اللي أنا أشيل الجزء اللي هو بتاع حرف الL ده وأخلّيه وحدة لوحدها، وأقفل المكتب أخلّيه مكتب لوحده، بحيث إن أنا ما ابقاش ملزم دايمًا إن أنا لازم ألزقه جنب حيطة. عايز أحطه في نُص حيطة هاعرف أحطه في نُص حيطة. طبعًا ناهيك عن الكيسة الكولر ماستر اللي هي بيتحط فيها figure اسمها ماستر فريم بالمناسبة، وناهيك بقى على الfigures اللي موجودة في المكتب نفسه. نروح نكمّل يمين كده هنلاقي هنا بالضبط في مكتبة
لونها ابيض، حاطط فيها شويه برضه حاجات. الحاجه على فكره البورده دي فيها، دي اصغر بورده انا شفتها في حياتي، مستني اعمل لها تجميعه صغيره كده نسميها كيسه. والشجره بتاعت الموز اللي جنبها. ونيجي للكورنر ده الكورنر اللي انا هبقى قاعد عليه. طبعا انا هغير شكل الكرسي ده قبل ما حد ما يتريق عليا، شكل الكرسي ده انا هغيره كده كده. بس ده اللي انا بقى قاعد مثلا معايا اكسلايه بتاع، اقعد اخلصها وانا قاعد على الكرسي ده. لو هشرب قهوه ولا حاجه احط على الطقطقه اللي انا سرقتها منهم، يا رب ما حد ياخد باله. ولو طلعنا فوق الكرسي هنلاقي فيه مرايه بتاعت باتمان، مراتي كانت جايبها لي في عيد ميلادي اللي فات، والله العظيم شكرا. وهنا ده الشباك، لسه مش عارف هعمل فيه ايه، بس هو ده الحته بتاعت الشباك. بس هنا جنبيها هنا في كالندر تقدر تكتب عليها الحاجات بتاعت الايام اللي عندك والايفنتات المهمه وكده. ونيجي بقى للسيت اب الجديد، سيت اب المونتاج. شاشه 34 الترا وايد، مكتب ممتاز عليه الماك بوك اير ام 4، وده هيبقى سيت اب المونتاج بتاعنا، وده اللي احنا هنطور فيه في المستقبل. فوق سيت اب المونتاج في 2 تابلو من شركه اسمها اتولا. دي تابلوهات، الميزه اللي فيها ان هي تابلوهات ار جي بي، تقدر تستعملها مصدر اضاءه لو انت قاعد بتذاكر ولا حاجه، تقدر تخليها مصدر اضاءه ليك، وكمان في نفس الوقت شكلها حلو قوي كديكور. نيجي بعد كده للزرعه الجميله دي، انا لسه سارقها برضو، الزرعه دي لسه سارقها من بره. والمكتبه اللي انا بعمل قدامها الفيديوهات الريلز اللي انتوا بتشوفوها على انستجرام وعلى تيك توك مؤخرا، وزرعه كمان. والكورس الريزر ده هيكون متنقل ما بين الجهازين او المكتبين. والله العظيم جامد، قسما بالله يستاهل لايك وسبسكرايب. رجعت لليوتيوب. عايزك تقول لي رايك يا صديقي، وانا هنا انا بحبك، واللي جاي كله هيبقى جامد ان شاء الله. تلاقي فيه شويه بقى ايه تيبس اند تريكس للسيت اب بتاعك، اهم 5 حاجات عندي في السيت اب، وما فيش حاجه فيهم اعلان، والحاجه اللي فيها اعلان هقول لك قبلها ان ده اعلان. وهقول لك برضو تجربتي، على فكره مش معنى ان الحاجه بتكون اعلان معنى ان انا بكون بطبل لها، لا، هي اعلان دي يعني هي الشركه لسه منزلاها فعايزه تبعتها للانفلونسرز، فهي الحاجه دي بتجيلي فانا بطلع اقول رايي بيها بكل بساطه، لا ببعت سكريبت لحد ولا حد بيقول لي حاجه اتكلم فيها، بس كده. استنى شويه فيديوهات جامده جدا، وقول لي في الكومنتات ايه نوع الفيديوهات اللي انت عايز تشوفها. اشوفك في اقرب فيديو يا صديقي، سلام. انا احمد عارف، ها، باي.